السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة 12 رمضان. الأيام بتعدي بسرعة ورمضان خلاص. فاضل نص الشهر ورمضان يخلص. طبعا أنا كنت زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان أنا من أول رمضان كنت تعبانة جدا وكان عندي دور سخونية وبرد جامدين جدا. ويعني كنت مقضيها بالعافية العشر أيام اللي فاتوا دول بصراحة. يعني كنت بعمل الأكل كده على القد وزي ما ربنا كان بيقدرني يعني كنت بعمل. فالنهاردة بقى أنا قلت حرام يعني برضو سليم وسفيان مظلومين معايا شوية. مش بياكلوا كويس اليومين دول وهم متعودين على أكل معين. هم أكتر حاجة بياكلوها بصراحة الخضار على الرز وأنا مقضيها كده أي حاجة. الأيام اللي فاتت دي امبارح كنت عاملة مكرونة وكفتة وهم ملهمش قوي في المكرونة، ويعني كانوا بياكلوا معلقة كده ولا حاجة وخلاص. آه فالنهاردة بقى قلت ايه اقوم بعد الفطار. احنا فطرنا بقية المكرونة والكفتة. وقلت ايه عندي كان كوسة وقلت اعمل لهم شوية كوسة كده باللحمة المفرومة ورز. اهو ايه يعني حاجة سهلة وسريعة وطالما كده كده يعني انا كده كده هعمل اكل بكرة. قلت اعمله من النهاردة بعد الفطار ابقى اجهزه ويبات عندي لبكرة ياكلوا منه النهاردة ويبات عندي لبكرة ايه نفطر احنا بيه. فدخلت كده بقى المطبخ. قلت اغسل شوية المواعين اللي كانوا عندي. والم الدنيا كده في المطبخ شوية واعمل ايه الاكل. دلوقتي كده انا كنت بشطف بس كان في طبقين كده باقيين من الفطار. كنت بشطفهم شطفة سريعة كده كده كنت هحطهم في غسالة الأطباق يعني يا دوب بس بنزل الوسخة منهم كده سريعا سريعا وأحطهم في الغسالة مع بقية المواعين. وطبعا زي ما انتوا شايفين الدربكة اللي في الصفاية بتاعة المواعين دي برضو عايزة ايه تتفضى. فقلت ايه ألم الدنيا كده بسرعة وبعدين ايه أبدأ في الأكل. بس بقى فهنا رصيت المواعين في الغسالة. وهشغل عليها بقى وابتدي اعمل الاكل. استاذ سفيان صحي. هما كانوا نايمين. سليم وسفيان كانوا نايمين وانا واقفه بعمل المواعين كده لقيت سفيان صحي. قعدته قدامي كده اديته حته عيش وقعدته على الرخامه قدامي وطبعا واخده بالي منه لحسن يقع. وانا ايه قلت اشوف اللي ورايا بقى. هنا بقى شغلت على غسالة الأطباق بس هنا صوفي كان قاعد بياكل في العيش. ابتدي بقى ايه اعمل الاكل. انا ضربت البصل وكنت مطلعه اللحمه المفرومه طلعتها بعد الفطار يعني على ما فطرنا وكده كانت فكت. حطيت بقى هنا ايه احط حته سمنه. انا بعصجها اللحمه المفرومه بصراحه بعصجها في سمنه مش في زيت. في ناس بتعصجها في زيت وفي ناس بتعصجها في زيت على سمنه. بس انا بصراحه يعني من ساعه ما بدأ سليم وسفيان ياكلوا معانا وانا بحاول اخد بالي شوية من موضوع الزيت والسمنة ده. يعني اللي بقدر اعمله بسمنة بس بعمله بسمنة. بحاول ما ادخلش زيوت كتير في اكلي يعني. بس هنا بقى نزلت البصل اهو على السمنة واسيب بقى البصلة تصفر شوية وبعدين ايه احط عليها اللحمة المفرومة. هنا كنت جبته بقى على الرخامة اللي جنب مني اللي انا شغالة عليها عشان يبقى قريب مني. انا كان باقي عندي في التلاجة حتة لحمة مفرومة متعصجة من بقية الكفتة اللي انا كنت عاملاها قبلها بيوم. وكنت محتاجة بصراحة اشيلها في هنا سفيان شرق. كان بياكل حتة تفاح وشرق وتف التفاح على الرخام.
المهم كنت عايزه اشيل بقيه حته اللحمه المتعصجه اللي في التلاجة، فقلت ايه ازود لها كام قرن فلفل وشويه بهارات واتبلها حواوشي واخليها بقى في الفريزر لاي وقت ابقى ابقى احطها في العيش على طول واعملها حواوشي اي وقت ما يبقى فيها عندي فراغ. فهنا بقى ضربت الفلفل مكان البصل اللي انا كنت فرماه عادي، يعني مش هيجرى حاجه. ده البصلة هنا كانت اصفرت فزودت عليها اللحمة المفرومة. بس هسيب بقى اللحمة المفرومة كده ايه تفك مع نفسها على النار، ههدي عليها النار واسيبها بقى مع نفسها تفك شوية لغاية لما ايه ابقى ارجع لها تاني. هنا اهو كنت طلعت حتة اللحمة اللي انا معصجاها. هي كانت انا كنت عاملة نصها وانا كنت متبلها بصل وملح وفلفل بس، وشوية بقدونس برضو فرمتهم مع البصل. فانا هزود عليها دلوقتي الفلفل وهزود شوية بهارات، مش هزود اكتر من كده. هي كان ملحها مظبوط وكل حاجة مظبوطة فيها، هو بس هزود لها شوية الفلفل دول وشوية بهارات. هنا قلبتها بايديا، بس هو انا حسيت ان الفلفل مش حراق قوي بصراحة. يعني هو احنا بنحب الحواوشي مشطشط، بس ما حسيتوش حراق قوي عشان انا عادة لما بستخدم ايدي في حاجة فيها فلفل ايديا بتحرقني بعديها، بس ساعتها ايديا ما حرقتنيش. يعني من بعد ما غسلت ايدي ما حسيتش ان ايدي حرقاني، فقلت لا يبقى اكيد الفلفل ده مش مشطشط قوي يعني. بس هنا قعدت اقلبها بقى، حطيت لها شوية البهارات وقلبتها شوية. بس هقسمها بقى كور كده وابططها شوية واحطها في الفريزر. قسمتها على 4. جبت بقى طبق وجبت اكياس تلاجة، وهحط ايه فتحت كده الكيس يعني فتحت نصه، وهحط ايه ما بين كل ناحية وناحية هحط ايه كورة من الكور اللي انا عملتها دي وابططها كده شوية واقفل عليها، واحط فوقيها الكورة اللي بعديها عشان ايه ما يلزقوش في بعض يعني. حطيت كيس تاني فتحته برضو واحط ايه الكورتين اللي باقيين، فردتها كده حبة بايدي عشان لما اطلعها ما تبقاش يعني تفك بسرعة، ما تاخدش وقت على ما تفك. قفلت عليها بقى كيس تاني كده اخير وقفلتها كده على بعضها. انا ما كانش عندي اطباق بلاستيك او الاطباق الفل دي عشان احطها يعني عادة بحطها في الاطباق الفل دي وبقفل عليها كده بفويل واشيلها في الفريزر، بس ما كانش عندي الاطباق دي، فجبت على طول ورقة فويل كده حطيتها لفيتها بيها وشلتها على طول في الفريزر. انا قلت بقى ايه ده كان الفلفل اللي انا كنت مقطعاه في الحوض، شلت بقى الوسيخة اللي في الحوض دي وقلت اغسل بالمرة ايه وانا واقفة كده، قلت اغسل الطبقين دول بالمرة. ده كان اواخر جيركن الصابون كنت مزودة مية وقلت ايه اغسل الطبقين دول منه يعني. طبعا انا كنت شغلت على الغسالة فدول غسلتهم وحطيتهم في الصفاية اللي جنبي دي يتصفوا على طول. بس يا صوفي، بس يا صوفي. سفيان قاعد على الرخامة جنبي، ما كانش سايب حاجة في حالها، كل حاجة بيلعب فيها، وكل شوية يمسك الحامل بتاع الموبايل
يحركوا ويقلبوا على وشه ويجيبوا كده ويجيبوا كده، ومفيش حاجة سايبها في حالها. هنا بقى رجعت ابص على اللحمة، انا كنت مغطية عليها، قلت ولد ايه ولد. اديها بقى تقليبة كده وافككها من بعضها. انا لسه بقى محطتش اي توابل، انا يا دوب حطيت البصل بحتة السمنة وحطيت اللحمة. هنا بقى وقفت قلت اقشر الكوسة على ما اللحمة تتعصج. آه انا بصراحة بحب اقشر الكوسة، ما بحبش اعملها بقشرها. يعني في ناس بتحب تغسلها كده كويس وتعملها بقشرتها او تقشرها خفيف. انا بصراحة بحب اقشرها بالمقشرة كده كلها، ما بحبهاش بقشرها. و... وكمان بحب اقطعها رفيع يعني. يعني الحلقات اللي بقطعها بتبقى رفيعة مش تخينة، عشان تشرب من الصوص وتشرب من اللحمة، ما يبقاش طعمها زي ما تكون مسلوقة يعني. جربوها كده بالطريقة دي، يعني لو عندكم ولادكم مش بيحبوا الكوسة اعملوها كده رفيع كده وسبكوها كويس، هتلاقوهم بيحبوها. هنا بقى كنت عطشت جدا وقلت اصب شوية عصير قمر الدين كنت عاملاه. طبعا بعد الفطار انتوا عارفين بنبقى ميتين من العطش. هنا بقى بصيت على اللحمة لقيتها خلاص اتعصجت. زودت لها بقى نص معلقة سكر صغيرة، واديتها كده تقلبتين، وزودت لها الفلفل والفلفل، شوية فلفل اسود وشوية ملح. بس كده كانت خلاص خلصت. هنا بقى استاذ سفيان كان عمال يعك اي حاجة على الرخامة يلاقيها يلعب فيها، قلت اسيبه بقى يلعب ايه على ما اخلص اللي ورايا، وكده كده هو هيدخل يستحمى يعني. فوقفت بقى ضربت الطماطم، وبعد ما ضربتها شلت بقى ايه شوية من اللحمة المتعصجة، قلت اشيلها ايه في الفريزر تنفعني في اي اكلة تاني. انا كده كده كنت معصجة بزيادة، وكانت الكمية اللي باقية دي هي دوب كويسة على الكوسة يعني، ما كنتش محتاجة اكتر من كده. فقلت اشيل الباقي ايه في الفريزر وقت ما احتاجهم ايه في حاجة تاني. بس حسيتها ناقصة شوية فلفل اسود، فقمت مزودة لها شوية فلفل اسود، وحطيت عليها الطماطم، وحطيت لها معلقتين صلصة. بس زودت بقى شوية مية كده ايه عشان الصوص كان تقيل، فعشان ايه تستوي فيه الكوسة تستوي يعني. زودت شوية مية كده، وبعدين قمت مزودة بقى حطيت الكوسة بس، وديتها بقى تقلبتين كده وسبتها ايه. زودت شوية ملح الاول عشان الكوسة طبعا ما كنتش حاطه، يعني كنت حاطه الملح يدوب على قد اللحمه المفرومه، فحطيت لها شويه ملح وسبتها ايه بقى تاخد غلوتين على النار كده. غطيتها وسبتها تاخد غلوتين على النار، وبعد كده نقلتها الفرن. قلت بقى اسيبها مع نفسها في الفرن على ما اعمل شويه رز. هنا بقى فضيت نص كيس الرز وغسلته وغسله حلوه كده وحطيته على النار. حطيت له معلقه سمنه وحطيت له شويه ملح وشوحته كده شويه. انا بصراحه بحب اعمل الرز بسمنه، ما بحبوش بزيت. يعني الرز الوحيد اللي بعمله بزيت هو الرز بتاع السمك، بس الرز العادي اللي بناكله مع الخضار وكده بعمله بسمنه بس. بس هنا بقى زودت الميه وسبتها كده ايه، غطيت الرز وسبته يتشرب. وبعد ما اتشرب كده ايه اديته تقليبه وهديت عليه بس يا النار سيكا. وسبته بقى ايه مع نفسه يستوي. رحت بقى اشوف الاساتذه بيعملوا ايه، لقيتهم قاعدين بيلعبوا. كانوا ماسكين الحوامل بتاعه التلفزيون قاعدين يلعبوا بيها. هما بيلاقوا اي حاجه قدامهم بيلعبوا بيها. الباسكت اللي حاطينها لي على الترابيزه دي غاويين يلبسوها في دماغهم. سليم يعني متخصص لازم يجيب كل شويه الباسكت يقعد يلبسه في دماغه. هنا بقى رحت ابص على الرز ايه لقيته استوى. اديته تقليبه كده بس ايه، انا كنت مهديه عليه النار خالص، اديته بس يدوب تقليبه كده وبس، وغطيته وطفيت عليه بقى ايه. قلت البخار بتاعه يكمل سواه على ايه
ما الكوسه تستوي ورحت حميت سليم وسفيان. قلت ايه، دخلت بصيت عليهم لقيتهم بيلعبوا كده. قلت لهم يلا بقى ايه نستحمى لغايه لما الاكل يخلص عشان تاكلوا وتناموا. بس لقيت سفيان بصراحه منسجم في اللعب، سبته شويه يلعب. هما بيموتوا بصراحه في اللعب دي، يعني غاويين الحاجات اللي فيها اشكال دي. يا جماعه بجد هاتوها لولادكم، مفيده جدا. يعني هتضيع وقتهم جامد وهتشغلهم وهتخليهم يعني تنمي ذكائهم جامد. يعني سفيان بصراحه بيحب اللعب دي جدا. رحت بقى بصت كده على الغساله بتاعه الاطباق، لقيتها ايه خلصت. وبصيت على الكوسه لقيتها استوت خلاص. فايه غرفت شويه ايه من الاكل، قلت يبرد. قلت ادوقه بقى اشوف ملحه مظبوط وطعمه ايه. كان بصراحه طعمه حلو جدا. هنا بقى كانوا خلاص استحموا وكانوا ماسكين ازايز الفي دروب بيلعبوا بيها. دي كانت ازايز فاضيه عندي. انا بصراحه رابطه الميعاد الدواء بتاعهم الفي دروب عشان ما انساش كل يوم ان انا اديهولهم. رابطاه بالحموم عشان انا كده كده بحميهم كل يوم، فانا عامله لهم روتين في الحموم ده، احميهم واديهم الفي دروب على طول وانا بلبسهم عشان ما انساش. يعني انا لو يوم ما حميتهمش بنسى اديهم الفي دروب. فانتوا دايما اعملوا روتين كده ايه عشان ما تنسوش. بس رحت بقى ايه اجيب الاكل. يلا مام يلا مام يلا انا مام اول يلا ما بقول يلا لهم مام يلا هم يلا مامي يلا مش عارف إيه كده على الاكل على طول بيبقوا عارفين، يعني رايحين يطلعوا على الكراسي بتاعتهم يلا مام بيبقوا يلا عارفين مام ان ده ايه، ان انا جايبه يلا الاكل. مام. بس كده بقى اكلتهم وقلت ادخل بقى ايه اشوف المطبخ ده لمه والم الكركبه اللي فيه طبعا. يعني بقى بعد الاكل الواحد بيعمل الاكل المطبخ بيتقلب راسا على عقب. يعني فضيت بقى ايه اللحمه المفرومه كده في كيس. بس بطلت بقى الكيس كده ايه، قلت عشان يبقى سهل عليا لو عرفت اكسر منه حته اطلع حته صغيره على قد مثلا طبق اكل ولا حاجه، يبقى سهل عليا ان انا ايه اطلعه. ففضيته وشلته في الفريزر. وفضيت بقى غسلت الاطباق، قلت افضيها. انا معرفتش افضيها في الاول عشان كانوا بيعيطوا فسبتها ورحت لهم. دلوقتي بقى ايه لميت المواعين اللي فيها وقلت ايه افضيها في الادراج وكده. ودي تركة الحلل. وقلت افضي بقى ايه تل المواعين ده كمان بالمره عشان ايه ابقى خلصت من تفضية المواعين كلها. انا ما عنديش مواعين بقى غير الشويه اللي في الحوض دول، الكام كوبايه والطبقين دول هم دول بس اللي عايزين يتغسلوا. وقفت بقى ايه قلت اغسل الكام طبق اللي في الحوض دول بالمره واخلص عشان ايه اروق المطبخ وابقى كده خلاص ما وريش حاجه. يا جماعه المطبخ مهما تعملي فيه وبرده ما بيخلصش. يعني لسه غاسله مواعين قد كده ومواعين تاني برضو طلعت لي. وبعد ما خلصت برضو المطبخ وشطبته برضو نايمه وفي كان كوبايتين تقريبا في الحوض. انا ما بحبش انام واسيب مواعين في الحوض ابدا ابدا ابدا. لا احب اسيب الزباله في الشقه ولا احب اسيب المواعين في الحوض. اكتر حاجه بكرهها في حياتي. هنا بقى كنت خلصت خلاص المواعين وقلت ايه اروق الرخامه برضو. رشيت بقى ايه شويه ديتول. ده الديتول السبراي ده على طول انا بستخدمه بصراحه في المطبخ لازم. بعد ما اخلص خالص المطبخ المع بيه الرخامه بيخلي ريحه المطبخ حلوه جدا.
وبرضو بعد ما خلصت لقيت حاجات عايزة تتغسل، قلت اغسلها بقى كده ايه واصبن الحوض تصبينة سريعة. شلت بقى ايه بقية الاكل ده، قلت اشيله في التلاجة واروق الرخامة دي كمان بالمرة والمع البوتاجاز تلميعة سريعة، ولمع بالمرة ايه برضو الرخامة دي. كان في كام ازازة كده محطوطين فاضيين ملهمش لازمة على الرخامة، شلتهم. بس لمعت البوتاجاز، انا البوتاجاز كان نضيف بصراحة، كنت غسلاه لسه وكنت فرش الفويل نضيف، فيدوب بس لمعت كده ايه مكان الاكل، ولمعت الحيطة اللي ورا البوتاجاز دي مكان طرطشة الصلصة بتاعة الكوسة بس. ولمعت كمان بقى الرخامة النص التاني ده برضو، وفضيت كيس الرز اللي باقي ده، ولميت الدنيا كده شوية على قد ما قدرت. طبعا الدنيا مكركبة، بس يعني ايه المطبخ ده عايز له يوم بحاله عشان يخلص بصراحة. هروقه شوية عشان انا المطبخ عندي ضيق جدا عشان مفتوح من كل حتة. بس كده بقى كنت خلصت خلاص المطبخ، لميت الدنيا بقى ودخلت الاكل التلاجة وروقت الرخامات وشلت المواعين وخلاص بقى ايه قلت ادخل اخد دش واقعد بقى. كان خلاص الفجر قدامه تقريبا ساعة. بس يا حبايبي، وده كده كان فيديو النهاردة من روتيني بعد الفطار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات بتاعتي. ولو حابين اعمل فيديوهات تاني بالمنظر ده، ان انا اعمل لكم روتينات لليوم يعمل ازاي انا وسليم وسفيان وبنعمل ايه وكده وحابين ان انا اشارككم يومي يعني، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. وانا ان شاء الله باذن الله هحاول كده على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية وحلوة وان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس يا حبايبي كده اشوف وشكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.